هذه ماشي هيمالاين عادية، مصممة للأدفنتشر الحقيقي. واش بصح تستاهل ولا غير الشكل اللي مختلف؟ هيمالاين 450 مانا بلاك. هاد العام رويال انفيلد خرجت لنا الهيمالاين 450 اصدار خاص سبيشال اديشن مانا بلاك، مستوحى من طريق مانا باس، واحد من اعلى الطرق في العالم. ومانا كتعني قوة الروح الخفية. والفكرة كانت بسيطة، دراجة ادفنتشر جاهزة للطرق الوعرة اوف رود مباشرة من المصنع. اول حاجة كنلاحظوها هي اللون، كتجينا باللون ستيلث بلاك، واحد لو نواغ اللي ماشي بريون مات، كيخليها تبان شي حاجة دو كاليتي، كتبان نقية. ومعاها باترن غري، الشي اللي كيخليها كتبان اغريسيف. بزاف الناس كيحسب ليهم ان هاد الباترن كاموفلاج ديال العسكر، كاين حتى في الكاميت وايت. في الحقيقه الماب ديال جبال الهيمالايا. رويال انفيلد هنا قررت انها تعطينا شكل ديال الدراجه اللي ادفنتشر بدون مبالغه. غادي نحاولوا نديروا تيست ريفيو شامل على الهيمالاين مانا بلاك في الطريق، في البيست وفي الاوفرو. غادي نعبروها، قارنوها مع الكاميت وايت عامره، غادي نجربوها في السرعه من 0 ل 100 كيلومتر في الساعه، وغادي نشوفوا الفرق ديال لي زاكسسوار اللي زادتنا رويال انفيلد. هذا كيبقى رايي، وكل واحد والراي ديالو الخاص. داكشي علاش تفرج في الفيديو وشوف واش تصلح ليك ولا لا. نصيحه، ما تسمع لحتى شي واحد كيقول لك هذا الموتور غادي يصلح ليك ولا ما يصلحش ليك. تفرج وشوف وحكم انت، حيت كل واحد واشنو خاصو على حساب الاحتياج ديالو الاستعمال ديالو للدراجه. ما تنساوش تدعموا القناه بفولو وتعليق وتبارطاجيو مع الناس اللي مهتمين. تقدر تبان لكم بسيطه، ولكن هادشي كيعني ليا بزاف. شكرا. ياو السلام عليكم، معكم برايدر فيديو جديد. اليوم راكبين على لا مانا بلاك سبيسيال اديسيون ديال لا هيمالاين 450، ليديسيون اللي خرجت في 2026، اللي خرجت هذا العام. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نشوفوا باش تبدلات، شنو الجديد، شنو تزاد، واش تستاهل الثمن اللي زادوا، واش تبدلات شي حاجه في الموتور ولا غير لي زاكسسوار، واش تبدلات شي حاجه نيت ولا غير الزواق. قبل ما ندويو على لا مانا بلاك، ناخذوا نبدا على الهيمالاين بصفه عامه. خرجت في 2024 بالموتور ديال الشيربا 450 اللي فيه 452 سنتيمتر كوب، 452 سي سي، اللي كتعطينا لا بويسونس ديال 40 هورس باور، اللي كتعطينا في الكوبل 40 نيوتن متر. مونو سيلندر بالرويده القدام ديال 21 سنتيمتر، اللي كتخليها تري مانيابل في الاوف رود. اي اوبستاكل جا مرحبا به. واحد لي سسبونسيون شوا 200 ملم، وإن غارد سول ديال 23 سنتيمتر اللي هي عالية بزاف، عالية على الأرض. وبالويل بيز اللي طويلة، لا موطو طويلة، الشي اللي كيخليها تري مانيابل في لي فيراج وفي لي فيتاس طالعين، كتكون براتيك. على
القلب ديال الدراجة. هو محرك شيربا 450 نفسه اللي كان في الهيمالاين 450 ستاندار. القوة هي ولكن ما عرفتش مني جربتها حسيت بالفرق. طاحت لي واحد الفكرة نعبرو المانا بلاك ونقارنو بالكاميط وايت ديالي. السلام عليكم. إلا بغينا نعبرو الموتور في الميزان ممكن؟ الله يرحم الوالدين. شحال كيتعبر؟ 10 صافي واخا. غنعبرو لا هيمالاين مانا بلاك ونقارنوها بالكاميط وايت ديال برايدر. ميزان الله يحفظك. اييه دابا هذا لقينا فيه 200 كيلو بليسانس والزيت اللي فيه. نشوفوا كاميط وايت ميكراس باب الطوب كيس شحال فيها. 300 راكب بيه 220 كيلو في هاد ليديسيون. وبلي زاكسيسوار اللي خرجوا مع الدراجه بدلات لينا الديزاين ديالها، والشي اللي خلى الوزن يتنقص حيت حيدات لينا لي سيبور والحديدات اللي خارجين من الجناب. الحاجه اللي كتميز المانا بلاك هي لي زاكسيسوار اللي كيخرجوا معاها. المانا بلاك كتجينا بالرالي سيت اللي على من السيت العادي. الشكل ديالها خلاها تبان بلو اغريسيف، ديزاين اللي عجبني بزاف واللي فاش جربتها خلاني نكون مرتاح اكثر في الاوفرود والتقصار، سورتو في البوزيسيون فاش كنكون واقف. الهاند غواردز او لا لي كاشما حتى هما كيخرجوا معها، ما كتحتاجش تزيدهم. والرالي ميد غارد اللي بدلات لينا الشكل الخلفي ديال الدراجه لدرجه كبيره، وكنظن نقصت لينا حتى من الوزن. وكتخرج بتوبليس بوكيت ويلز دي بنو توبليس افيك جونط اغيون بحال كاميت وايت وبحال هانر بلاك توبليس، الشيء اللي كيخليها جاهزه للاوفرود مباشره من المصنع. ما كرهتش الصراحه كنت زادوا لها دي بنو اللي 50-50، ولكن الناس بزاف كيختاروا انهم ياخذوا الهيمالاين باش يشدوا الطريق، الشيء اللي كيخليهم انهم يديروا لنا دي بنو اللي ادابتي للطريق اكثر من الاوفرود. على حسب التجربه ديالي ليها، وضعيه القياده صراحه ماشي كونفورتابل بحال ستاندار اديشن في الطريق الطويله، ولكن جميله جدا فاش كتبغي تقصر بها في الاوفرود. الصراحه كنظن انني غادي ناخذ الرالي سيت باش نديرو في الكاميت وايت ديالي. واخا عجبني الرالي ميد غارد ولكن ماشي براتيك بالنسبه ليا. انا كنبغي نسافر، كنبغي طوب كيس وكنبغي نعلق السيكان. واخا داروا فيها واحد الجناوح اللي كتخليك تعلق السيكان بلا ما تحتاج سيبور. بالنسبه لوضعيه الجلوس زادوا شويه في الطول، الشيء اللي خلاها 860 ملم ديال الارتفاع. يعني بالنسبه للناس اللي جاتهم الهيمالاين قصيره وهما طوال غادا تصلح ليهم مزيان، الشيء اللي كيعطيك رؤيه افضل في الطريق وتحكم افضل في الاوفرود. بالنسبه للتكنولوجي اللي فيها، رويال انفيلد صدماتنا بهذه الاصدارات الاخيره بديك الشاشه تي اف تي اللي مدوره اللي عمرني ما شفتها في شي موتور اخر، اللي كتسهل عليك الجي بي اس نافيغيشن، كتكونيكتيها بالتليفون، كتشوف جميع لي نوتيفيكاسيون ولا المزيكا ولا شحال من حاجه. الحاجه اللي كان فيها مشكل كنظن انهم صحوا في الابديت الاخرى هو ان التليفون كان كيبقى شاعل. دابا في الابديت الاخرى وليتي غير كتكونيكتيها كيطفى ليكرون، كينقصوا من اللومينوزيتي حتى الاخر، ما بقاش التليفون كيسخن بزاف وما بقاش كيديشارجي بزاف. لاكسيليراسيون رايد باي واير، يعني اكسيليراتور الكترونيك ماشي بالكابل. الشيء اللي كيعطينا الرايد مود، كتختار واش مود ايكو ولا مود بيرفورمانس. رويال انفيلد كتعطينا السهل الممتنع، داكشي اللي غادي تحتاج بلا قوه الزواق بلا كثره الزيادات. دابا غادي نديرو من 0 ل 100، شوف شحال من ثانيه غادي دير.
الصراحة الهيمالاين تربت بها 20,000 كيلومتر تقريبا. بالنسبة لي أنا في السفر مريحة، كتعيش الطريق، هي ما مديوناش للسرعة بزاف ولا الشكل ديالها واعر ولا شي حاجة، ولكن بالنسبة لي أنا كتعيش. إلا ما كنتيش عندك ليسبري أنك تعيش الطريق وباغي غير توصل، ما تلاقش لك الهيمالاين. اما فاش كتدخل الاوف رود صافي كتدخل النطاق ديالها، كتعيش، هي كتحس بها، كتفرح، حيت لي سسبونسيون فيها يا سلام. شو كتعطينا فورس انفيرسي 200 ملم اللي كتخليك في الحفاري وفي الحجار في التروطوار، كتخليك مرتاح جدا. واش تستاهل تزيد الثمن وتاخذ المانا بلاك؟ بصراحه هذا السؤال ما نقدرش نجاوب عليه، حيت خاصك تجاوب عليه انت. كل واحد كياخذ لا موطو باش يختار اشنو يدير بها. الا كنتي من عشاق السفر والطريق وما غاديش تدخل الاوف رود، كنظن ان الكاميت وايت ولا الهانا البلاك تيوبليس مزيانه ليك، اولا الفيرسيون ستاندار. اما الا كنتي كتبغي تدخل الاوف رود وتقصر، فغادي تاخذ موتور غادي يهنيك بزاف ديال لي زاكسيسوار، تقدر النهار الاول تدخل به الاوفرود. وبالنسبه للناس اللي اول موتور عندهم كنصحهم بالهيمالاين، حيت الصراحه مانيابل لواحد الدرجه. من بعد التجربه ديالي دابا نوبتكم نتوما، اشنو بان لكم؟ واش تستاهل انك تزيد الثمن وتاخذها، اولا من الاحسن تاخذ الفيرسيون ستاندار وتطورها لراسك بشويه لك، حيت هاد لي زاكسيسوار اللي زادوا راهم ديسپونيبل عند الكونسيسيونير، مي ناقصين عليك الثمن فاش كتاخذ مجموعه.